معنا الآن في هذه اللحظات المهندس سلمان النمشان. حياك الله يا أبو مخلد. هلا بك، مسك الله بالنور. مسيك بالنور والسرور، حياك الله. أبو مخلد، طبعا كثير من الجماهير الآن التبس عليها الأمر حول المباراة. إلى الآن الأمطار لا زالت تهطل على استاد الملك فهد الدولي. بغيت لو توضح لنا يعني إقامة المباراة من عدمها وجاهزية أرضية الملعب. أولا اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم آمين، وأن ينفع بها وأن يجعلها إن شاء الله خير علينا جميع ويستر على المسلمين والمسلمات. بالنسبة للاستاد الملك فهد الدولي طبعا لا شيء يعلو فوق قدرة الله سبحانه وتعالى. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الرئاسة العامة رعاية الشباب درست هذا الاستاد بحيث أنه يكون نظام التصريف في أرضية الملعب وفي كل المواقع على أعلى المستويات. جميل. الحمد لله برغم غزارة الأمطار أرضية الملعب أرضية قانونية لن تتأثر بمشيئة الله، وهذا لا يعني أنا لا أجزم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر. إنما إلى الآن أرضية الملعب أرضية قانونية، نظام التصريف يعمل بأحسن حالة، وفريق الاتحاد وفريق الشباب وصلوا إلى أرضية استاد الملك فهد الدولي، وإن شاء الله إنه إحنا نكون جاهزين. حكم المباراة سيفحص أرضية الملعب، وهو من سيقرر إذا كانت ستقام أو لا، ما عدا إذا كان هنالك أي تعليمات من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة بأنها تقام أو لا. إنما قانونيا أرضية استاد الملك فهد الدولي حاليا في أجمل صورة، ونعتبرها يعني أجواء ربيعية، نحمد الله ونشكره على أمطار الخير والبركة. اللهم آمين. طيب أبو مخلد، يعني معليش أنا أبغى أسألك عن حكم المباراة تحديدا. يعني قانونيا هو الحكم هو المفصل الرئيسي سواء في إقامة المباراة مع عدمها. إلى الآن الحكم يعني وصل لأرضية الملعب أم لا؟ الآن الحكم في طريقه إلى أرضية الملعب، يعني متوقعين وصوله في أي لحظة. الفريقين وصلوا إلى أرضية استاد الملك فهد الدولي الحمد لله بالسلامة، هم في غرف تغيير الملابس إذا وصل الحكم. ولكن أنا يعني الحمد لله رب العالمين أقول إنه إن شاء الله إنه المباراة ستقام، الصرف يعمل فيها بشكل أكثر من ممتاز، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم الدعم السخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين اللي منحتنا في الرئاسة العامة رعاية الشباب بناء منشآت تستطيع أن تتعامل مع هذه الأجواء. يعني إلى الآن لا توجد أي مشاكل بانتظار مجرد رأي حكم المباراة. أنا أقول إنه لا يوجد أي مبرر يمنع من إقامة المباراة. خبرة كافية يا أبو مخلد. شكرا لكم، وإن شاء الله إنها ستقام، وإن شاء الله راح نستمتع بمشاهدة مباراة في أجواء ربيعية، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلها أمطار خير وبركة. اللهم آمين. وأن ينفع بها أراضينا، وأن يسر على المسلمين والمسلمات في هذه الليلة المباركة. اللهم آمين. المهندس سلمان النمشان مدير استاد الملك فهد الدولي بالرياض، شكرا لك. شكرا لكم. طبعا كان